خطيرة، ملعوبة أولى وخطيرة، والهدف الأول 1-0 لفالنسيا. فالنسيا يفتح سجل التهديف هنا في قطر 2022 في مرمى العنابي من أول كرة. 1-0 وسط فرحة الإكوادور، وسط فرحة الأنصار. حاليا مع البداية يسجل ريكورد، رقم قياسي في تاريخ فالنسيا من جديد. فالنسيا ضربة جزاء، ضربة جزاء للفريق الإكوادوري. عرقلة من سعد الشيب ودانييل أورساتو، يوجه بطاقة صفراء للحارس سعد الشيب ويمكن الإكوادور تقدم فالنسيا والهدف الأول في المونديال. نفس اللقطة من فالنسيا لمرات، وكتب له أن يكون صاحب هدف الافتتاح في كأس العالم في قطر. نعم، ألغي له هدف بسبب التسلل وحكم الفار، ولكن يرجع بعد 10 دقائق ومن ضربة جزاء يحصلها من السنين. كرة طويلة، ضربة راس، والهدف الثاني من فالنسيا. ما اخترك يا فالنسيا، لعيب هو شعار البطولة. كنت أتمنى أن أقولها على عفيف أو المعز علي، ولكن اللعيب هو فالنسيا. يا ابن اللعيب يا فالنسيا، بالراس يتأخر الراوي والدفاع في الضغط ويضرب بالراس الخطير فالنسيا المخضرم. واحدة الكرة عن طريق ميغيل، يمشي بيدرو الإمكانية عن طريق الهيدوس، وبالراس ضاعت الكرة على المعز علي. قطع النظر من التسلل من عدمه. أول محاولة قطرية ممتازة جدا. قوة المنتخب العنابي على الأطراف، ورسميا مع اللقطة الأخيرة والثلاثية فسخها سعد الشيب بامتياز. برافو سعد يفسخ ثلاثية الإكوادور، خطيرة جدا. يشوط عفيف والكرة براوت من 5 متر و50. كرة تعود لإسماعيل. 0 قطر 2 إكوادور. كرة ملعبة طويلة باهية، امشي يا مونتاري، أمنا يا مونتاري. حلوة برشا من مونتاري، حلوة برشا يا مونتاري. كاد مونتاري يسجل التاريخ لقطر بأول هدف للعنابي في المونديال.